السلام عليكم الغزالات ديالي، السلام عليكم الدراري اللي منوريني. اهلا وسهلا بكم جميعا على القناه ديالكم اللي هي قناه ديلي سكيما. نتمنى ان هذه القناه تعجبكم وتنال رضاكم وتشتركوا فيها باش يبقى يوصلكم كل جديد. اليوم البنات تحت الطلب ديالكم ونزولا عن الطلب ديالكم درت لكم لي كوفر. طلباتهم نينا واحد المتتبعه، فقلت نصوبهم لكم بالطريقه ديالي كيجيو بحال ديال الزنقه تماما. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتابعوها النهايه. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، فالبنات عندنا 2 بيضات. فهاد الكميه هذه البنات كتخرج لنا 14 غوفره، يعني كميه قليله وكتخرج لنا بزاف ديال لي غوفر تبارك الله. عندي هنايا كاس لا ربع ديال السكر، عندي كاس لا ربع ديال الزيت، عندي قبيصه ديال الملح، عندي 20 غرام ديال خميره ديال الحلويات، اي ما يعادل 2 ساشيات ونص، يعني 20 غرام. عندي فانيلا، ممكن ديري سكر فانيلا الى عندك، ضروري الا غديري سكر فانيلا فديري 2 ساشيات باش يجي داك المذاق ديالهم زوين بزاف. وعندي ربع لتر ديال الحليب، فما بانش هنايا، ما يحسبنيش انه ما كيبانش. وعندي 3 ونص ديال الدقيق، فهزات ليا 3 ونص ديال الدقيق. انا حطيت غير 3 هنايا، ولكن ملي بديت كنجمع الخليط فهزات ليا 3 ونص، لان ضروري خصها تجي شويه ثقيله. اذا بسم الله كنبداو. تنحطوا السكر، تنحطوا البيض، وتنحاولوا نخلطوهم. عندي الفانيلا، الملحه، فهي ماشي بحال الكيك، يعني ضروري انك تطلعي البيض او أنا ماشي مشكل، غير كتطغي كدوزي يدك وكتجمعي كلشي بحال الكريب، بحال غتصوبي الكريب ولا بحال غتصوبي البانكيك. غير العجينه ديالها كتكون ثقيله، فانتم غتشوفوا في النهايه كيفاش دايره العجين ديالها. فالعجين كيكون ثقيل. كيف شفتوا ضفت الزيت، ضفت البيض، وغادي نضيف الحليب. عندي ربع لتر ديال الحليب. هاد الكميه هادي كتخرج لنا 14 غفره كيف قلت لكم، وتبارك الله غفرات كبارين ماشي صغيورين. هنايا كنضيف الدقيق، وغادي نضيف الخميره. ضفت غير زلافه ديال الدقيق، ضفت الخميره، ومن بعد غادي نضيف نص الزلافه الاخر ونجمعها حتى تولي عندي عجينه ثقيله. فهي خاصها تكون ثقيله البنات، ماشي بحال لي غوفر اللي كيكونوا خفافين كيداروا بعجينه خفيفه. فهادو كيجيو ثقيلين وراهم كيجيو مفشين، يعني ماشي تقولي راه ثقيله العجينه ديالو ما غاديش يجيب خفافين، ولا كيجيو خفافين لان فيهم الخميره بزاف والعجينه ديالهم دايره بحال العجينه ديال السفنج. كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالهم. تعمدت انني نخلي لكم تشوفوا كيفاش كتكون العجين. فكيف كتشوفوا العجينه كتلصق وثقيله. هزت ليا البنات هاد الكميه 3 ونص، زلافات متوسطين اللي كنديروا الحريره، 3 ونص ديال الدقيق. هنايا عندي الاله ديال لي كوفر، فانا الاله ديالي صراحه كتلصق لانها قديمه عندي ليها بزاف، فولات كتلصق. شحال هادي ما كانتش كتلصق، ما كنت كندير لها لا زبده لا والو. دابا كنضطر انني ندير لها زبده، فكندهن يعني الفوق والتحت بالزبده. ممكن دهني بالزيت الا ما عندكش الزبده دهني بالزيت. الزبده كيعطي واحد المذاق زويون. هذه ماشي زبده، عفوا هذه مارغرين باش ما نكونوا واضحين. هذه غير مارغرين ذوبتها وكندهن بها، وليت تعطي مذاق زويون في لي كوفر. بالنسبه لي كوفر ديال الزنقه البنات، فهما كيخليو حتى لهاد المرحله هذه وكيضيفوا له داك السكر القاصح. عرفتوا داك السكر، ديك حبيبات ديال السكر غلاضين كيضيفوهم ليه باش كتاكلي كتلقاي قطعه ديال السكر. فانا ما عنديش، ما ضفت لا السكر لا والو، اكتفيت بالوصفه كما هي. كيف كتشوفوا كنكب معلقه واحده فقط كبيره.
هاد المعلقه هذه غدير ليا كفره كبيره ان شاء الله. صافي وكنسد عليها وتنخليها. راكم عارفين كيفاش كتخدم هاد لاباري هذه، حتى كتشعل البوله كنحل كنلقاهم طابو وما لاصقين ما والو، كنجبدهم وكيف كتشوفوا راهم رطب بزاف بزاف. هانتوما تشوفوا ملي غنجبد هذه فهما رطب دغيا كيتلواو وكلشي. صافي غادي ندهن عاود نفس الطريقه. الا كانت لاباري د الكفر جديده فماشي مشكل، كتكون ما كتلصقش، اما انا ديالي فولات كتلصق. كيف كتشوفوا كندير قياس معلقه واحده فقط، معلقه واحده، وكنسد عليها وتنخليها حتى يعني حتى طيب كيف كتشوفوا، حتى كتشعل عليها البوطه. هذه الكفره الثالثه، نخدم معكم الكفره الثالثه وبركه باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. كيف كتشوفوا كنستمر دائما كندهن كيف قلنا معلقه، وكنسدوا لاباري وتنخليوها حتى تشعل البوله. صافي كنعرفوا راه طابت. فهنا هما طابوا عندي محمرين غزالين تيحمقوا. الفنين هنايا وحده غادي نزينها، هادو غنزينهم بنوتيلا. الا محمد امين عزيز عليه النوتيلا، ممكن تزينهم غير بالسكر كلاصي، ترشي عليهم السكر كلاصي. ممكن ديري الكراميل، راه حضرت معكم الكراميل. دخلوا للقناه غتلقاو صلصات فيها الكراميل نستلي، فيها الكراميل اللي كيدار لتزيين الكاطويات، فيها صلصه الفريز، وفي الفيديو ديال المانغا كاين صلصه ديال الليمون. فممكن تحضروهم وهما تزينوا بهم لي كوفر ديالكم تقدموهم لوليداتكم. ممكن غير بالكونفيتور كيجو غزالين، ممكن تاكليهم غير هكاك بلا حتى شي حاجه، كيجو زوينين بزاف وتقدميهم مع الفواكه كيجيو لذاذين. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، لانها فعلا غزاله بزاف وراها ما كايناش في اليوتيوب. هذه الوصفه هذه فهي ديالي انايا، كنجربها لوليداتي وكتعجبهم فقلت نشتركها معكم. كنت درتها في بدايات القناه وملي طلباتها لي واحد المتتبعه قلت نعاودها، علاش لا، باش تشوفوها وتشاطروها مع وليداتكم. هنايا الثانيه غادي ندير فيها واحد الكره ديال الكلاص، هذا كلاص ديال الفاني. كنت حضرته معكم في كلاص اوليفيري، ف عاودت درتو للدراري. وغادي نزينها بصوص ديال الشكلاط. اللي بغات الوصفه تقولها لي في الفيديو، تقولها لي في التعاليق باش نصوبها لكم، نحط لكم صلصه ديال سميتو كنحضرها في الدار، صلصه شوكولاته صوبها بالحليب وداكشي. فاللي بغاتها تقول لي ونحطها لها حتى هي. او الا كنتم مهتمين بهاد الصلصات نعاود ندير لكم فيديو نجمع لكم فيه الصلصات كاملين، عندكم 5 ولا 6 صلصات وانتم اختاروا اللي تعجبكم باش تزينوا بها. اذا هادو هما لي كوفر ديالي، كيف كتشوفوا جاو زوينين بزاف، المذاق رائع، الشكل غزال، وحتى القوام ديالهم رطيطب وزوين ومفشفشين. فهادو بحال ديال الزنقه تماما. الفرق كيف قلت لكم كاين غير في السكر، فهما كيديروا السكر داك الخشين الغليظ بزاف كيديروا في الاخر، يعني حتى كيبغيو يطيبوا عاد كيشدوها وكيخلطوا العجين مع داك السكر وكيهزوا كيديروا في الكوفخيار. فهانتوما كيف كتشوفوا، شوفوا الكميه اللي عندي، فعندي 14 حبه ديال لي كوفر، يعني ما شاء الله خرجت لي بزاف ديال لي كوفر وراهم كبارين. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وجربوها لوليداتكم، فرحوهم في هذه الحجره هذه اللي غير جالسين ما كيديروا والو، فحتى ما يعاونوكم. علاش لا، فانا الدراري هما اللي يعاونوني في هاد لي كوفر. زيدوا الدراري انهم حتى ما يعاونوكم وفي نفس الوقت يبدلوا الجو. نتمنى اللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد، وصفه جديده، فكره جديده، ومع الف سلامه. احبكم في الله، وكالعاده دمتم في رعايه الله.